السلام عليكم. الفيديو تاعنا اليوم رايحين نحكيو على البلطجة المغربية اللي صارت البارح والاعتداء على سفير الصحراء الغربية في اليابان، والتبريرات اللي كانت من المخزن اللي أصبح مسعور وما بقالوش الوقت الكافي أنه يناور. كما نعرفوا أنه المخزن راه يسابق في الزمن باش يفرض اسلوبه ويفرض فكره الحكم الذاتي، لانه ما بقاش لبعثه المنارسو اللي اسست خصيصا لحل النزاع في الصحراء الغربيه في 1991. انشئت هذه البعثه في 1991 من اجل حل النزاع في الصحراء الغربيه واجراء استفتاء، اما يقبلوا الانضمام تحت لواء المخزن او ينفصلوا كدوله مستقله. هذا هو كانت الاهداف الاساسيه من اجل انشاء بعثه المينيرسو. هذه البعثه هذه في اكتوبر، في 31 اكتوبر 2024 تنتهي المهمه تاعها، لانه انتهت في 31 اكتوبر 2023، لكن تم تمديد المهام تاع البعثه هذه عام. طلب من الامم المتحده، قال لك يعني نزيدوهم فرصه تاع عام باش بالك يحلوا فيها القضيه تاع هذه المشكل تاع الصحراء الغربيه. اليوم رانا في 24 اوت 2024، بقات حوالي شهرين وتنتهي مهمه بعثه المينارسو. مش معناها تنتهي بعثه المينارسو او بعثه حفظ السلام او القبعات الزرق تم في هذيك المنطقه. إذا انتهت المهمة تاع القبعات الزرق، لهنا نرجعوا إلى العمل المسلح واللي المخزن مش قادر عليه. إذا كانت جبهة البوليزاريو الممثل الرئيسي للثورة تم في الصحراء الغربية، كان حبس العمل المسلح بأمل أنه يلقوا حل سياسي، لكن الحل السياسي يبدو أنه غير موجود. في مدة 30 سنة أو 33 سنة المخزن كان يراوغ وكان يكسب في الوقت باش يفوت الاجنده تاعو وانه ما يعطيش للصحراء الغربيه الاستقلال تاعها. اذا كملت بعثه المينارسو، لهنا راح نرجعوا الى العمل المسلح. هذا هو الحل، العمل المسلح. لهنا ما يكون حتى غطاء، ما تكون الصحراء الغربيه ملزمه حتى باتفاقيه. قلنا البلطجه اللي صارت البارح هذيك كانت النفس الاخير للمخزن في اروقه الدبلوماسيه باش يقضي على إعطاء الاستقلال للجمهورية العربية الصحراوية. هذا ما كان. تهلاو في رواحكم. السلام عليكم.